لو داخل انترفيو ديفوبس او سيستم ادمن او كلاود انجينير، في الغالب في سؤال هيتسال لك بنسبه كبيره جدا، وهو ايه الفرق بين الكونتينر والفيرتشوال ماشين؟ طبعا كلنا بنستعجل وبسرعه بنقول ان الكونتينر ده حبيبنا كلنا، حاجه خفيفه واسرع، انما الفيرتشوال ماشين دي حاجه اتقل وابطا. وبعدين نسكت، هي الاجابه دي مش غلط بس ناقصه كتير جدا. وطبعا اللي بيسالك هو في مخيلته منتظر رد تاني خالص، هو منتظر رد يشوف من خلاله انت فاهم كل واحده شغاله من جوه ازاي. علشان كده عملنا الفيديو الصغير ده، وان شاء الله يبقى فيديو مفيد لينا ونعرف من خلاله اجابه السؤال المعتاد، ونعرف كمان اجوبه لاسئله مرتبطه بموضوع الكونتينر والفيرتشوال ماشين في الانترفيوهات. بسم الله نبدا. معاكم محمد ودي قناه كلاود بالعربي. طيب ما نيجي نرجع للزمن لورا شوية، الوقت اللي كانت الشركات بتشغل تطبيقاتها على سيرفرات فعلية وبتحطها في الداتا سنتر، وبعدين بنحط عليه الاوبريتنج سيستم بتاعنا ونحط عليه التطبيق ونريح بقى دماغنا من موضوع الكونتينر والفيرتشوال ماشين والكلام اللي بيوجع الدماغ ده. تقنيا السيرفر الواحد كان يقدر يشغل اكتر من تطبيق، بس هنا الضرب والمصايب تبدأ تشتغل. طيب ايه اللي بيحصل؟ تلاقي تطبيق محتاج اصدار جافا معين وواحد غيره محتاج اصدار جافا مختلف، ونلاقي تطبيق قديم وليجاسي محتاج مكتبات معينه والتاني عايز مكتبات جديده. طيب وكمان لو حصل مشكله في التطبيق وتطبيق واحد منهم استهلك الريسورس السي بي يو او الميموري، تلاقي التطبيقات التانيه بتقول لك اشوف وشك بخير. طيب هوبا راح المدير قال لك احنا نشتري لكل تطبيق سيرفر ونريح دماغنا. لك ان تتخيل يا عزيزي انك تروح تشتري ميكروباص 14 راكب علشان توصل شخص واحد كل يوم. هتقول لي ايه المشكله؟ هو الميكروباص هيتكلم؟ لا. طيب هو الميكروباص هيعترض ولا حاجه؟ هقول لك ان تتخيل ان في 13 كرسي فاضي. هتقول لي طب ايه علاقه الميكروباص بان انا اشغل لكل تطبيق سيرفر واريح دماغي؟ هقول لك ده المقصد بالظبط. تخيل انك تجيب سيرفر وتحطه في داتا سنتر، وبعد كده عشان تستخدم منه 10 او 20% من قدراته والباقي طبعا نايم. فيظهر هنا السؤال اللي بدأ يغير كل حاجة، ازاي نشغل اكتر من بيئة مستقلة على نفس السيرفر من غير بقى خناق التطبيقات والاصدارات والمكتبات؟ وعلشان كده بدأنا ندخل في حتة الفيرتشوال ماشينز. الفي ام ببساطة هو كمبيوتر افتراضي شغال فوق جهاز فعلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السيرفر الحقيقي اللي بنسميه الفيزيكال هوست، وفوقيه طبقة برمجية اسمها الهايبرفايزر اللي هو بالنسبة لنا او نقدر نسميه المايسترو، لانه بياخد الريسورس من السيرفر كسي بي يو كرام كستورج كنتورك ويقسمها على مجموعة الفي امات اللي عندي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا عندي سيرفر 64 رام نقدر نعمل عليه 4 في امات، وكل في امايه بتاخد نصيبها من الرام والسي بي يو طبعا والاستورج والنتورك. طيب كل في امايه ليها الاوبريتنج سيستم بتاعها بالكيرنل الخاص بيها بملفاتها بمكتباتها بكل حاجه، وبعد كده بنحط عليه التطبيق طبعا. علشان كده تلاقي ان نفس السيرفر ممكن يكون شايل عليه في امايه من اوبونتو وجنبها في امايه ويندوز سيرفر وكمان جنبها في امايه ريد هات وهكذا، لان كل في امايه عايشه في عالم لوحدها. طيب ممكن نقربها بمثال اوضح. تخيل ان عندنا قطعه ارض كبيره قررنا نبني عليها فيلات، كل فيلا ليها كل حاجه لوحدها، سرها عدادها مطبخها بمفاتيحها بكل اشياء مستقله تماما عن اللي جنبها، مع انهم كلهم في نفس الارض. الفيلا بالنسبه لي هي الفيرتشوال ماشين. طيب والارض هي السيرفر. طيب اللي قسم الارض ووزعها ده الهايبرفايزر بتاعي. طيب هنا اكبر ميزه ظهرت عندي في الفيرتشوال ماشينز وهي العزل القوي. يعني لو حصلت مشكله في الفيلا الاولى اللي هي الفي ام الاولى مش هتاثر عن الفيلا الثانيه لان دي منفصله تماما. حصلت مشكله في التطبيقات عندي في ام او حصلت مشكله عندي في الاوبريتنج سيستم ووقع او ضرب، المشكله عندي بتفضل محصوره في مكان واحد. طبعا لان احنا قلنا ان كل في ام عندي لها كيرنل واوبريتنج سيستم مستقلين. حلو جدا، بس الاستقلال ده ليه ثمن. كل في ام طبعا محتاجه نظام تشغيل كامل، اوبريتنج سيستم بياخد جزء من الرامات، بياخد جزء من السي بي يو، بيتصرف على النظام نفسه ده حتى قبل ما نحط التطبيق. يعني التطبيق مش مستفاد بالريسورس دي. وكمان لما بتشغل الفي ام بتعمل بوت زي اكنك بتفتح اللابتوب بالظبط وتستنى الويندوز يحمل. فالمهندسين هنا قالوا حاجه، هو كل تطبيق فعلا محتاج نظام تشغيل وكيرنل كاملين ولا احنا محتاجين نعزل بس التطبيقات والمكتبات؟ السؤال ده طبعا هو اللي بدأ يولد فكرة الكونتينرز. الكونتينر هنا مش كمبيوتر كامل زي الفيرتشوال ماشين، هو بجوهره طريقة لتشغيل تطبيقك كبروسيس او مجموعة من البروسيس، بس بتكون معزولة عن باقي اللي شغال على نفس الجهاز. طيب يعني بالعربي كده، بدل ما كل تطبيق بياخد اوبريتنج سيستم لوحده وبياخد كيرنل لوحده، لا،
هنا الكونتينرز كلها على نفس الجهاز بتشارك الكيرنل بتاع الجهاز المضيف. طيب نيجي لمثال، احنا فاكرين مثال الفيلا اللي احنا قسمناها على الارض وقلنا الفيرتشوال ماشينز والحاجات دي. طيب دلوقتي ممكن الحاج ما رضاش يقسم الارض للفيلل وقال لك لا، انا هعمل عماره بس على الارض كلها وبعد كده هعملها شقق. ايه الفرق؟ الفرق هنا ان العماره كلها مشتركه في نفس الاساسيات، يعني مشتركه مثلا في توصيل الميه، مشتركه في الدخول بوابه واحده، وكل الامور تمام. فده زي الكيرنل بالظبط، وطبعا نفس الاساس المبنى، حلو جدا. انما اقسمها لشقق، وكل شقه ليها بابها الخاص وليها عفشها جواها ومنفصله. يعني انت في شقتك مثلا مش هتشوف الشقه اللي جنبك بتاعت اخوك مثلا، انت في نفس العماره ومن منظورك انك في مكان لوحدك والامور تمام، بس في منظور حارس العماره او بواب العماره هو شايف الشقق كلها. فهي نفس الطريقه بالظبط. دلوقتي كل واحد ليه شقه لوحده، وكل واحد منعزل عن اخوه او منعزل عن جاره في ايا كان على حسب منظوره. حلو الكلام. طيب انا ايه الحاجات اللي انا محتاجها في شقتي علشان اعرف اعيش واتعايش او اعرف التطبيق بتاعي يشتغل؟ زي الكونتينر مثلا، عايز يشتغل هيشتغل، يحتاج ايه؟ هيحتاج طبعا هيكون شايل تطبيقك وشايل المكتبات والديبندنسيز بتاعتك والران تايم اللي محتاجها وملفات الاعدادات وملفات زي اليوزر سبيس وحاجات تانية. طيب ايه اللي مش شايله بقى؟ اللي مش شايله الكيرنل. هو الكيرنل مش مستقل ولا اوبريتنج سيستم كامل، عشان كده البوت بتاعه ما بياخدش وقت. طيب هيجي سؤال في دماغك ويقول لك ان انا بشوف ايمج او كونتينر ايمج اسمها اوبونتو، هتقول لي ازاي بقى ملهاش كيرنل وملهاش اوبريتنج سيستم واسمها الايمج بتاعتي اسمها اوبونتو؟ هقول لك انا الكونتينر ده او الايمج دي بتكون شايله فايلات او شايله ملفات وادوات للاوبونتو، بس مش بتشغل اوبونتو كيرنل لوحدها، لا، وقت التشغيل بتستخدم الكيرنل بتاعك انت او بتاع الجهاز المضيف. طيب دلوقتي انا شايف واحد او بيفكر او بيحاول يسال ان ازاي الكونتينرز كلهم شغالين على نفس الكيرنل وازاي كل واحد فيهم معزول عن التاني. طيب هقول لك اللي لينكس بتحقق ده في نقطتين، النيم سبيس وتاني حاجه السي جروبز. طيب ايه بقى يا عم السي نيم والسي جروبز والحاجات دي؟ بيقول لك ان النيم سبيس ده بتخلي كل كونتينر يشوف عالمه الخاص بس. يعني ايه؟ يعني بيشوف البروسيس بتاعته اللي شغاله، شبكته لوحدها، ملفاته لوحدها، حتى اسم الجهاز بتاعه، لدرجه ان ممكن يكون البروسيس جوه الكونتينر شايف نفسه رقم واحد وهو في الحقيقه على الجهاز المضيف رقم 3000 وكسور. الكونتينر شايف حتته انما الهوست شايف الصوره كامله. زي ما ضربنا مثل الشقه، قلنا الساكن في الشقة شايف إن الشقة دي عالمه الخاص ومستقلة عن ذاته أو مستقلة عن غيره، وعلى الجانب الآخر بواب العمارة شايف كل حاجة أو شايف جميع الشقق. دلوقتي إحنا عرفنا النيم سبيس اللي بتخلي كل كونتينر منعزل لوحده والأمور تمام. طيب إيه السي جروبس بقى؟ قال لك السي جروبس دي اعتبرها بتاعت حدود، بتقول له كل كونتينر أنت ليك قد إيه من السي بي يو والرام وممنوع تعديهم. طيب ليه؟ علشان طبعا مفيش كونتينر ياخد الريسورس أو ياكل الريسورس كلها ويسيب الباقي. طيب فاكر لما اتسالت ايه الفرق بين الكونتينر والفيرتشوال ماشين وانت قلت ان الكونتينر ده اخف واسرع؟ طب انا ممكن اسالك ليه الكونتينر اخف واسرع؟ اعتقد بعد المعلومات اللي احنا شفناها ان الفيرتشوال ماشين بتعمل بوت لنظام تشغيل كامل واوبريتنج سيستم كامل، انما الكونتينر انت في الاساس بتبدا بروسيس على كيرنل موجود وشغال اصلا، فطبيعي ان الكونتينر في العاده يقوم في ثواني وممكن اقل من ثانيه كمان. على النقيض الاخر ان الفيرتشوال ماشين محتاجه وقت طويل على نظامها يقوم، ونفس القصه برضه في الحجم. اعتقد ان الفيرتشوال ماشين بتتحسب بالجيجات، انما الكونتينر غالبا ما يكون اصغر بكتير جدا، لان الكونتينر بيكون شايل التطبيق واحتياجاته بس خليني اكون صريح معاك في النقطه دي، لان النقطه ديت اتجاهات عامه مش قوانين. يعني ممكن تلاقي كونتينر ايمج متصممه وحشه جدا جدا وتلاقي حجمها جيجات حرفيا، ممكن تلاقي في امات متظبطه بتقوم بسرعه، فلما بتقول احنا بنتكلم في العاده او غالبا وقتها محدش هيقدر يغلطك. طيب دلوقتي احنا عارفين ان الكونتينر ده حاجه قديمه جدا، ايه فكره انتشارها الايام دي او ايه فكره ظهورها من 2013 وبدات تنتشر انتشار عظيم؟ او الفضل في انتشارها يرجع لدوكر. هو دوكر ما اخترعش الكونتينرز او فكره الكونتينرز، بس هو سهل استخدامها جدا. طيب دلوقتي بقى المطور بيكتب فايل او ملف اسمه دوكر فايل بيبني منه الايمجز بتاعته، فيها التطبيق بقى باحتياجاته بالران تايم بكل حاجه، ونفس الايمج دي تشتغل على جهازه وتشتغل على الاس اي تي وعلى اليو تي وعلى البرودكشن زي ما هي. هنا لازم تفتكر الجمله الاشهر في تاريخ المبرمجين، الكود شغال على جهازي ومش شغال على البرودكشن او على الاس اي تي، فدي مشكله في السيرفرات مش مشكلتي. لا، انت هنا دلوقتي بتنقل الكود بتاعك بمكتباته بكل حاجه هو يستخدمها جوه ايمج،
والايمج دي بتشغلها في اي مكان. حلو جدا. دلوقتي اللي بيعمل لك انترفيو حب يسالك سؤال كده ويغلطك ويقول لك ايه الاحسن، ان احنا نستخدم فيرتشوال ماشين ولا احنا نستخدم كونتينرز؟ طبعا اغلبنا هيتسرع ويجري ويقول الكونتينر اخف واسرع وبيشتغل بسرعه. لا، مفيش احسن في كل الحالات، في لكل حاجه نظام. يعني احنا اتكلمنا في العزل القوي قلنا الفيرتشوال ماشين اقوى في الجزئيه دي، وكمان لو انا عايز اشغل ويندوز سيرفر وعايز اشغل لينكس فانا هستخدمها على الفيرتشوال ماشين. ليه؟ لان كده كده لما انا استخدم الكونتينر التقليدي بيكون مربوط بنوع الكيرنل الموجود على جهاز الهوست. هنستخدم الكونتينرز لو عايزين حاجات تقوم اسرع وافضل طبعا، وده اللي شكل او ده اللي انتشر جزء بتاع مايكرو سيرفيس. احنا عارفين ان الفيرتشوال ماشين اكثر امانا والامور تمام، بس هل الكونتينرز مش امنه؟ لا طبعا، ده الكونتينرز عندها ترسانه كامله، عندها النيم سبيس والسي جروب والسي لينكس. طيب هل الكونتينر هنا جه قضى على الفيرتشوال ماشين؟ قال لك لا، ده اصلا في البرودكشن في اغلب الشركات او اغلب الاحيان الاثنين بيشتغلوا مع بعض. دلوقتي لو فتحت اي بيئه كلاود او كوبرنيتس كلاستر او اي حاجه هتلاقي النود ديت قايمه على الفيرتشوال ماشينز، وهتلاقي ان الكونتينرز او البودات بترن عندك جوه الفيرتشوال ماشينز. حلو جدا. يعني انا كده حرفيا بحط شقه جوه الفيلا اللي احنا كنا بانيينها. طيب ليه التصميم ده منتشر في البرودكشن؟ طبعا الفي امات هنا بتديك حدود عزل واضحه جدا، وممكن تعمل نود، تمسح نود وتغير حجمها براحتك. والكونتينر هنا بيديك سرعه انتشار وتوسع حلو جدا، بس خد بالك من تفصيله، مش كل كونتينر واخد في امات لوحده. الفي ام الواحده بتبقى نود، والنود بيكون عليها مجموعه من الكونتينرز على حسب الريسورس بتاعتها. طيب ايه الاسئله ممكن تتسال لك تاني في الانترفيو؟ هيقول لك ان الكونتينر، هل الكونتينر ده في نظام تشغيل؟ يعني الايمج دي فيها نظام تشغيل؟ لا، هي الايمج ممكن تشيل ملفات يوزر سبيس وممكن تشيل ادوات من توزيع لينكس، بس ما فيهاش كيرنل مستقل. فمن النهارده لو حد سالك عن الفرق بين الفيرتشوال ماشين وعن الكونتينر ما تقولش ده اخف واسرع وده اتقل وابطا وخلاص. ابدا بطريقه التشغيل بتاعتهم، حط الامثله اللي انا ضربتها لك في دماغك وهتلاقي المعلومه سهله. طيب لو الفيديو وصل لك معلومه او استفدت باي حاجه ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان هنتكلم في مواضيع زي كده كتير. والسلام عليكم.